في الفيديو ده هنعرف ازاي لما بضغط على البوتون ده بيحفظ لي البيانات اللي انا مدخلها على الكمبيوتر في ملف اكسل، ولو ضغطت كمان على كانسل بيمسح كل اللي انا كاتبه. انا عامل انتري وعامل تكست وعامل راديو بوتون وعامل ليبل، يعني عامل حاجات مختلفة عشان نشوف ازاي نتعامل مع كل واحد من دول، لاننا هنلاقي فيه اختلاف شوية في طريقة مسح البيانات او تخزين البيانات لكل واحد من دول. وده الليبل اللي انا عامله فيرست نيم، وده الانتري انا مسميه فيرست نيم انتري. هنعمل فانكشن عشان تعمل كلير اول عشان تمسح لي البيانات. بعمل فانكشن ازاي؟ بكتب ديف وجنبها اسم الفانكشن، طبعا بسميها اي اسم انا عايزه، يعني انا هسميها ديليت، وهقول له اعمل ديليت للبيانات الموجودة في الفيرست نيم انتري. الفيرست نيم انتري ده المتغير اللي محفوظ جواه البيانات اللي انا دخلتها في المربع بتاع الفيرست نيم انتري، وبكتبها بالشكل ده دوت ديليت زيرو واند، يعني امسح من البداية للنهاية. ده بالنسبة للانتري. لكن بالنسبة للتكست بكتبه ازاي؟ انا عندي هنا التكست مسميه address entry، بكتب دوت ديليت وبكتب 1.0 واند. ده بيعتبر تكست يعني متعدد السطور، عشان كده كتبته بالشكل ده. الراديو بوتون اللي هو الاختياري ده بكتبه بالشكل ده gender.set وبعدين none. طيب عشان اخلي البوتون ينفذ الفانكشن دي بروح للبوتون اللي هو الكانسل وبعمل كوماند وبكتب كوماند يساوي وبكتب اسم الفانكشن اللي هي clear all من غير قوسين فاضيين. تعالوا نعمل رن ونجرب كده. هكتب بيانات وهضغط على كانسل هلاقيه فعلا مسح البيانات معايا. تعالوا نعمل السيف. هعمل فانكشن بتحفظ البيانات او بتخزن البيانات، هسميها اي اسم برضو، انا هسميها ريكورد، وهعمل متغيرات عشان احفظ فيها الانتري اللي هي المدخلات، يعني هحفظ فيها الفيرست نيم انتري، هحفظ فيها الجندر، هحفظ فيها الادرس انتري، اللي هم الثلاثه دول يعني. طبعا بسميهم اي اسم انا عايزه يعني. وبعدين بقول له ماي تكست يساوي نيم 2 زائد وبعدين كوما وبعدين جندر 2 وبعدين كوما تانية وبعدين ادرس 2 وبعدين بكتب with open r يعني read، يعني عايزه يقرأ من الملف الاكسل اللي هو هيعمله. طيب امتداده ايه الملف ده؟ او عايزه يعمله لي فين في الكمبيوتر بالظبط؟ انا هخليه يحطه لي في الدي مثلا، وبعدين فولدر اسمه اف وبعدين يسموه لي فايل، ولازم ما انساش ان انا اكتب دوت سي اس في عشان خاطر يعمله لي اكسل بالصيغه دي. وبعدين بكتب ايه، يعني لا انا بكتب له ايه عشان لو الملف مش معمول يعمله لي. وبعدين بقول از فايل ونقطتين وفايل دوت رايت وماي تكست، يعني كمان اعمل لي كتابة على ملف التكست ده. يعني الجزء ده بقول له اقرأ لي من الملف ده، ولو مش موجود اعمله لي كريته لي يعني. وبعدين في الكوماند ده بقول له اعمل رايت على الملف ده. هيعمل رايت عليه يعني هيحط فيه انهي بيانات؟ هيحط فيه بيانات الماي تكست. الامتداد بتاع الملف ده بجيبه ازاي؟ هروح مثلا على الدي وهعمل فولدر هسميه اف، وانا عايزه يحط لي الملف في الفولدر ده، فهاخد الامتداد ده اللي هو دي وبعدين اف وبزود عليه فايل دوت سي اس في، وبعدين بعمل كلير اول، عايزه يحذف البيانات بعد ما يعمل حفظ. يعني مجرد ما دوست سيف هيحفظ البيانات في ملف الاكسل وبعدين هيمسح البيانات اللي ادخلتها. عشان اخلي البوتون يستخدم الفانكشن دي هروح للبوتون اللي هو السيف وهكتب كوماند يساوي وهكتب اسم الفانكشن اللي هي ريكورد اللي هي سيف.